واحنا صغيرين اتعودنا ان الكبار بيعلمونا وبيقولوا لينا اننا نروح نصلي، فبنسمع الكلام ونروح نصلي، فنلاقي ان الصلاة تقيلة بالنسبة لنا. واحنا طبعا كنا صغيرين ما كناش فاهمين حاجة فبنسيبها. قامت الصلاة إقامة أي شيء يعني جعله مستويا لمهمته. فبعد ما بنكبر بنلاقي شيخ بيتكلم عن أهمية الصلاة، فبنسمع الكلام ونروح نصلي، فنلاقي برضه ان الصلاة تقيلة بالنسبة لنا فبنسيبها. ظننا اللي بيأمرنا بيها مش بيحس باللي احنا بنحس بيه. ظننا اللي بيحافظ عليها عنده هبة إلهية كده من عند ربنا مش عند أي حد خالص. فانتظرنا تلك الهبة طويلا حتى فاتتني صلاة بعد الصلاة. بس تعرفوا بقى في المشكلة أصلا اللي احنا محلناش المشكلة، وهي ليه الصلاة تقيلة بالنسبة لنا؟ ليه بيحافظ ناس على الصلاة وناس تانية بتسيبها؟ بالرغم ان الموضوع اصلا مش هياخد معاك اكتر من 5 دقايق. ففي الكتاب ده ان شاء الله هنتعرف على اسرار الذين كلما فاتتهم صلاة، في كتاب فاتتني صلاة للكاتب اسلام جمال، وهو كاتب مصري معاه بكالوريوس هندسة بحرية من مصر وانجلترا، بس هو مهتم بالجانب النفسي والعبادات وربطها بالواقع. وكتب قبل كده كتاب لكنود وزاد، يعني هو يعتبر دلوقتي مؤلف 3 كتب: فاتتني صلاة ولكنود وزاد. فانتظروا أول فيديو من تلخيص الكتاب فاتتني صلاة يوم السبت إن شاء الله.